بتاع النهارده هو ليسون سهل جدا، برضه بيعتمد على حسابات بتعملها على الاله الحاسبه. يعني انت لو كتبت الارقام عوضت بيها كلها صح واستخدمت الاله الحاسبه بتاعتك صح هتطلع الاجابه كلها صح، بس لازم تكون حافظ القانون او فاهم القانون. انا هشرحه لك كويس بحيث ان انت تكون فاهمه، وبعد كده انت بقى الدور عليك يا باشا تحفظ القانون او تعتمد على الفهم بتاعك، ده حاجه بتاعتك ترجع لك انت. بيقول لي بقى اول حاجه هندرسها مع بعض النهارده هي الرايت سيركولار سيلندر. السلندر اللي هو شبه علبه الكنز بتاعت البيبسي. السلندر ده بيتكون من بيز فوق وبيز تحت، يعني هما تو بيز. التو بيز دول بيكون على هيئه سيركل، واحنا نقدر نجيب الاريا بتاعت السيركل ونقدر نجيب السيركونفرنس بتاع السيركل. بيقول لي علبه الكنز دي لو حضرتك قصيتها بالطول كده هتقدر تفردها تبقى عباره عن ريكتانجل. الريكتانجل ده بيكون فيه تو سايد، تو دايمنشن، واحد منهم بيكون عباره عن السيركونفرنس بتاع السيركل، يعني الجزء اللي انت قطعته ده كله لو فردته هيبقى السيركونفرنس بتاع السيركل اللي هو 2 باي ار. والجزء الثاني ده هو الهايت بتاع السلندر. هو ايه؟ هو الهايت بتاع السلندر. طيب البيز الاولى والبيز الثانيه عباره عن سيركل الراديوس بتاعها ار. اي قانون فوليوم في الدنيا لاي شكل في الدنيا، قانون الفوليوم هو بيز اريا تايمز هايت. بيز اريا تايمز هايت. انت بقى على حسب الشكل بتاعك، الشكل بتاعي البيز اريا هي عباره عن سيركل، فانا بكتب القانون بتاع الاريا بتاع السيركل اللي هو باي ار باور 2، اعمل له تايمز الهايت يبقى الفوليوم ايكوال باي ار باور 2 تايمز اتش. هل انت محتاج تحفظ ده؟ لا، انت بس عارف ان الفوليوم ايكوال بيز اريا تايمز هايت، وتعرف ان الاريا بتاعت البيز بتاعتك هي اريا بتاعت سيركل، والهايت بيكون موجود قدامك في المساله. يعني انت عشان تجيب الفوليوم بتاع السلندر هتجيب الاريا بتاعت البيز اللي هي الاريا بتاعت السيركل وتعمل لها ملتبلاي للهايت. ملوش لازمه ان انت تحفظ باي ار باور 2 تايمز اتش. طيب السؤال الثاني او القانون الثاني بيقول لي هات لي اللاترال اريا بتاعت السلندر. اللاترال اريا يا مستر يعني الاريا اللي في الجنب، مش الكيرف اللي احنا قصيناه ده لما فردناه بقى عباره عن ريكتانجل. يبقى اللاترال اريا هي الاريا بتاعت الريكتانجل اللي فيها اللينس هو عباره عن السيركونفرنس والويتس عباره عن الهايت. يعني انا هجيب اللاترال اريا هي الاريا بتاعت الريكتانجل يبقى 2 باي ار تايمز اتش. يبقى اللاترال اريا هي الاريا بتاعت الريكتانجل اللي احنا فكيناه لما قصينا السلندر. لما تقص السلندر وظهر عندك ريكتانجل فردته لقيت فيه دايمنشنز، واحد منهم هو السيركونفرنس بتاع السيركل والتاني هو الهايت، يبقى اللاترال اريا ايكوال 2 باي ار اتش. اخر قانون هو التوتال سيرفيس اريا. طب ما هو يا مستر التوتال سيرفيس اريا هي عباره عن اللاترال اريا، يعني الاريا اللي في الجنب دي اللي هي الريكتانجل، وفي الاخر هاخد الاريا بتاعت البيز والاريا بتاعت البيز واعمل لهم كلهم بلس عشان اجيب التوتال بقى. طيب يبقى انا هاخد اللاترال اريا اعمل لها ملتبلاي سوري اللاترال اريا اعمل لها بلس للبيز اريا ملتبلايد باي 2 لان الاريا اللي فوق زي الاريا اللي تحت، فانا هحسب واحده واعمل لها ملتبلاي 2. ادي كده حضرتك ده اللاترال اريا اللي هو 2 باي ار اتش بلس الاريا بتاعت البيز هي اريا سيركل اللي هي باي ار باور 2، عملت لها ملتبلاي 2 عشان هم 2 بيزز. طيب لاحظ هنا هتلاقي ال 2 باي ار ممكن تاخده كومن فاكتور، يبقى 2 باي ار ملتبلاي اتش بلس ار. محتاج تحفظ القانون ده؟ لا والله انا ما بحفظه، انا ما بحلش بيه خالص، ما بستخدموش اصلا، ما بكتبوش. انا عارف ان التوتال سيرفيس اريا هي اللاترال اريا بلس ال2 تايمز البيز اريا، هو ده اللي انا حافظه. يبقى حضرتك تحفظ ده اللاترال اريا بلس دبل البيز اريا، هو ده اللي يتحفظ. انما الباي ار اتش وال2 باي ار ده الكلام ده ما تحفظوش، افهم هتعرف تحل. طب تعالى نشوف اول مساله. بيقول لي فايند الفوليوم واللاترال اريا والسيرفيس اريا اوف ذا سيلندر ان ترمز اوف باي. يعني ما تعوضش عن الباي. الفوليوم مش حضرتك قلت لنا الفوليوم هو ايكوال البيز اريا تايمز الهايت؟ اهو انا ما كتبتش قوانين. البيز اريا اللي هي الاريا بتاعت السيركل، ايوه الاريا بتاعت السيركل بقى هي باي ار باور 2 تايمز الهايت اللي هو اتش. ادي القانون اهو اتكتب لوحده، انا ما حفظتهوش وكتبته، هو اتكتب لوحده. طيب الباي حاسبها زي ما هي، الار باور 2 يعني 3 باور 2 يعني 9 تايمز الهايت. فين الهايت؟ هو ده ب 8 سنتي ب 8 فيت، يبقى يطلع 72 باي كيوبيك فيت عشان ده فوليوم، كيوبيك فيت عشان فوليوم. احنا عارفين الفوليوم بيكون بالكيوبيك يونت، انما الاريا تكون بالسكوير يونت، واللينس يكون باليونت بس، الفوليوم بالكيوبيك يونت. طيب كده جبت الفوليوم، عايز اللاترال اريا وبنرمز لها بالرمز ال اي، يعني انت تكتب لاترال اريا ال اي ايكوال. مش احنا اتفقنا هفك كده
السلندر بالمقص وافرده، هيطلع عندي اللي في الجناب ده هيتفرد يبقى ريكتانجل. طب الريكتانجل ده لما يتفرد هيبقى فيه سايد من التو سايد هو الهايت، والسايد الثاني هو السيركمفرنس بتاع السيركل، يعني 2 باي ار تايمز اتش، 2 باي ار تايمز اتش. طيب يعني 2 باي تايمز الار ب 3 تايمز الهايت ب 8، 3 تايمز 8 ب 24 تايمز 2 ب 48 باي، وده هيبقى سكوير فيت. التوتال اريا بيرمز لها بالتوتال سيرفيس اريا، سيرفيس اريا. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان هي ايكوال اللاترال اريا بلس 2 من البيز اريا. اللاترال اريا احنا جبناها ب 48 باي بلس 2 تايمز البيز اريا. البيز هي عباره عن سكوير، عباره عن سيركل، يبقى 2 تايمز باي تايمز ار باور 2. الار بكام؟ الار ب 3، يبقى 3 باور 2، يعني 48 باي بلس 3 باور 2 ب 9، 9 تايمز 2 يعني 18 باي، واعمل لهم بلس بقى. 48 بلس 18 تطلع بكام؟ تطلع ب 66. 44 48 بلس 18 تطلع ب 66 باي، ودي برضو اريا يبقى سكوير فيت. المساله اتحلت من غير ما اكتب قانون انا حافظه خالص. مساله كمان ركز بس معايا، بيقول لي lateral area of right cylinder is 160 باي سنتيمتر. اللاترال اريا دي يا مستر هي عباره عن ايكوال 160 باي سنتيمتر سكوير. بيقول لي and the length of its base diameter، هو مديني الديامتر بكام؟ ب 16 سنتيمتر، يبقى اقدر اجيب الار ايكوال 8 سنتيمتر. فايند الفوليوم والتوتال اريا ان ترمز اوف باي. طيب اول حاجه افكر فيها هي اللاترال اريا دي يا مستر، هي عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا اللاترال اريا بتبقى في الاخر ريكتانجل؟ الريكتانجل الدايمنشنز بتاعته بتكون السيركمفرنس بتاعت البيز اللي هي 2 باي ار، بعمل لها ملتبلاي اتش. يعني انا هاجي كده او اشيل اللاترال اريا واكتب 2 باي ار تايمز الاتش ايكوال 160 باي، وابدا اضيع الباي مع الباي، وهعوض هنا عن الار انا جايبها ب 8 سنتيمتر، يبقى 2 تايمز 8 يعني 16 اتش ايكوال 160، يبقى الهايت هيبقى ايكوال 10 واليونت بتاعتي سنتيمتر. جبت الهايت، حضرتك عايز الفوليوم؟ اه، قول لي بقى الفوليوم ايكوال البيز اريا تايمز الهايت. البيز اريا اللي هي باي ار باور 2 تايمز الهايت اللي هو اتش. باي سيبها زي ما هي، الار باور 2 هي عباره عن 8 باور 2 تايمز الهايت هو ب 10، تطلع ب 640. 8 باور 2 ب 64، 64 تايمز 10 ب 640 باي سنتيمتر كيوب، لان ده فوليوم سنتيمتر كيوب. طيب عايز التوتال اريا، التوتال اريا خلينا نكتبها اس اي، اس دوت اي. مش هي دي ايكوال اللاترال اريا بلس 2 من البيز اريا؟ مش احنا قلنا اللاترال اريا بلس دبل البيز اريا؟ طب اللاترال اريا هو مديهاني اصلا في المساله ب 160 باي بلس 2 تايمز البيز اريا اللي هي باي ار باور 2، يعني 2 باي تايمز الار باور 2 اللي هو 8 باور 2. كده يا مستر 64 تايمز 2 ب 128، يبقى 160 باي بلس 128 باي هيطلع 288 باي، ودي اريا يبقى سنتيمتر سكوير. حضرتك بتحل عن طريق الفهم، ما بتستخدمش قوانين محفوظه انت ما بتحفظش. بص معايا على السؤال اللي جاي، بيقول لي رايت سلندر هاز ا هايت، الهايت ايكوال تو الايدج لينث اوف ا كيوب. يعني الهايت ايكوال الايدج لينث بتاعت الكيوب. الكيوب بقى مديني معلومه بيقول لي التوتال اريا اوف ذا كيوب از 864. ايوه يا مستر، انا فاكر ان حضرتك شرحت لنا كل القوانين بتاعت الكيوب، وقلت لنا ان الاريا بتاعت الوان فيس للكيوب هي اس باور 2 عشان ده سكوير، وقلت لنا ان هو اللاترال اريا ب 4 اس باور 2، يبقى التوتال اريا كانت ب 6 اس باور 2. يبقى انا هقول له كده التوتال اريا بتاعت الكيوب ايكوال 6 اس باور 2. هشيل التوتال اريا واكتب مكانها 864 ايكوال 6 اس باور 2، اقدر اجيب الاس باور 2 هيطلع 864 اوفر 6، يعني الاس باور 2 هيطلع 144، يبقى الاس هيطلع ب 12 سنتيمتر. جبت السايد لينس كده او الايدج لينس بتاع الكيوب، يبقى انت كده جبت الاتش، يبقى الاتش ايكوال 12 سنتيمتر. بعد كده نكمل المساله. بيقول لي بقى اللينس اوف سلندر بيز از، الراديوس لينس اوف ذا سلندر بيز از 8 سنتيمتر، ده الار ايكوال 8 سنتيمتر. بيقول لي if the height of the cylinder is reduced by 25%، يعني حصل له decrease بقد ايه؟
ب 25%. يبقى انا الاول لازم احسب الديكريز ده قد ايه. الديكريز ان هايت، هو انا الديكريز مديهولي عباره عن برسنتج، يبقى هاخد البرسنتج اللي هي 25% اعمل لها ملتبلاي للهايت اللي هو ال 12، هيطلع كام؟ حضرتك احسبها على الاله الحاسبه اهو، 25 ودوس شيفت والبراكت هيكتب لك البرسنت تايمز 12، هيطلع كام؟ 3 سنتيمتر. ده الريديوس، ده الديكريز، يعني الهايت هيقل بمقدار كام؟ 3 سنتيمتر. يبقى حضرتك النيو هايت هيكون 12 ماينس 3 يعني 9 سنتيمتر. جبت كده بقى الهايت، بيقول لي while الراديوس remain constant، الراديوس هيفضل زي ما هو ب 8 سنتيمتر. find الفوليوم of the new cylinder in terms of باي، الفوليوم هيكون عباره عن ايه؟ باي ار سكوير اللي هو البيز اريا تايمز الاتش، يعني باي والار ب 8 يعني 8 باور 2 تايمز الاتش دلوقتي بقت ب 9، فحضرتك هتقول لي بقى 8 باور 2 تايمز 9 ايكوال كام؟ 576، وتسيب الباي زي ما هي 576 باي، وما تنساش ان ده فوليوم يبقى سنتيمتر كيوب. ده الفوليوم بتاع النيو سيلندر. خلصت كده المساله. يبقى احنا بنقرا المساله واحده واحده وبنفذ كل اللي مكتوب في المساله، بوصل للاجابه على طول. بيقول لي بقى نوتس مهمه جدا. النوتس دي بيتكلم عن العلاقه بين الهايت والراديوس بيأثروا ازاي مع الفوليوم. الهايت والراديوس بيأثروا ازاي في الفوليوم. اول حاجه حضرتك تاخد بالك ان الفوليوم ايكوال باي ار باور 2 تايمز اتش، يعني اي تغيير في الار فحضرتك لازم تعمل له باور 2. اي تغيير في الار لازم تعمل له باور 2. انما الهايت لما هيتغير هيغير على طول الفوليوم، يعني لو الهايت بقى 2 هايت الفوليوم هيبقى 2 فوليوم. وده اول حاجه في النوت، بيقول لي if the height is double يعني become 2 height، الاتش بقت 2 اتش، while الراديوس remain constant يعني الار فضل زي ما هو، الفوليوم becomes double the original volume، يعني هتشيل الاتش وهتحط 2 اتش مكانها هتلاقي الفوليوم بقى 2 في. طيب بيقول لي بقى if the radius length of base is double، يعني المره دي الراديوس هو اللي هيحصل له دبل هيبقى 2 ار، while الهايت remaining constant يعني الاتش هيفضل زي ما هو. حضرتك لما هتحط مكان الار 2 ار يبقى الباور 2 هيبقى موجود على ال 2 ار كلها، يعني 2 هعمل لها باور 2 هتبقى 4. معنى كده ان الفوليوم هيبقى 4 في، يبقى النيو فوليوم هيبقى 4 ملتبلاي الفوليوم الاوريجينال، يبقى ذا فوليوم بيكم 4 تايمز ذا اوريجينال فوليوم اللي هو هيبقى 4 في. طب لو واحد واثنين حصلوا مع بعض، واحد واثنين حصلوا مع بعض يعني ايه يا مستر؟ يعني الار بقى 2 ار والاتش بقى 2 اتش. الار بقى 2 ار يعني زود لي 4، مش ال 2 باور 2 ب 4، والاتش بقت 2 اتش يعني زودت كمان 2، 4 تايمز 2 ايكوال 8، يبقى الفوليوم بيكم 8 تايمز الاوريجينال فوليوم. يبقى النوتس دي مهمه جدا تاخد بالك. انت بتكتب القانون قدامك وبتشوف ايه اللي بيتغير، الاتش هيبقى 2 اتش يبقى الفوليوم هيبقى 2 فوليوم، الار هيبقى 2 ار الفوليوم هيبقى 4 فوليوم. طب لو 2 اتش وال2 ار مع بعض يبقى هيكون 8 الفوليوم. نشوف مع بعض كمان مساله يا شباب. بيقول لي عندي بيس اوف بيبر ان شيب اوف ريكتانجل، الريكتانجل ده اسمه اي بي سي دي، فحضرتك هترسم الريكتانجل كده، ادي الورقه بتاعتك A B C D. بيقول لي الاريا بتاعت الريكتانجل دي هو 1408 سنتيمتر سكوير. بيقول لي السي دي ب 16 سنتيمتر، يعني حضرتك الجزء ده ب 16 سنتيمتر. بيقول لي بقى يا مستر if it is folded، folded يعني حضرتك تنتها، حضرتك تنتها to form a cylinder، يعني حضرتك هتمسك الورقه دي تكون بيها سلندر such that الاي بي جه فوق السي دي، يعني حضرتك يعني انت هتطبق الورقه بالشكل ده، هتجيب الاي بي على الدي سي. يعني السلندر بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي يا مستر؟ هرسمه لك دلوقتي حالا. السلندر بتاعك هيبقى بالشكل ده، السايد ده هو الاي بي وفوق الدي سي، الاثنين فوق بعض بقوا بالشكل ده. طيب ركز بقى كده، هو الاي دي ده اللي هو السيركمفرنس، مش ده بقى السيركمفرنس بتاع السيركل؟ مش هو ده اللي انت تنيته الاي دي؟ يبقى الاي دي هو السيركمفرنس بتاع البيز، الاي دي هو السيركمفرنس بتاع البيز. طيب حضرتك تقدر تجيب الاي دي؟ اه طبعا اقدر اجيب الاي دي. اجيبه ازاي؟ من الاريا بتاعت الريكتانجل. هو انت مش عندك الاريا بتاعت الريكتانجل ايكوال لينس تايمز ويتس، يعني ايكوال دي سي تايمز الاي دي. الاريا دي يا مستر بكام؟ 1408 ايكوال الدي سي تايمز الاي دي، يبقى الاي دي
equal 1408 divided الدي سي ب 16 وتحسبها على الآلة الحاسبة هتطلع 88. بس تعالى نحسبها مع بعض. 1408 divided 16 equal تطلع 88. 88 سنتيمتر. كده انت جبت ايه؟ ال 88 ده هو السيركمفرنس اوف ذا بيز. الاي دي ايكوال ال 2 باي ار. الاي دي ايكوال السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار. يعني ال 88 هتيكوال 2 تايمز الباي اللي هي 22 اوفر 7 تايمز الار. كده تقدر تجيب الار اللي هو الراديوس بتاع السيركل هو عباره عن 88 اوفر 2 تايمز 22 اوفر 7. تحسبها هتطلع 44. تعال نحسبها مع بعض. على ما اتذكر هتطلع 14 مش 44. يبقى 88 هعمل لها ديفايدد 2 تايمز. ها هو كده ينفع؟ لا ما ينفعش. حضرتك اعملها فراكشن. 88 ديفايدد 2 تايمز، ارسم اللي قدامك بالظبط 22 اوفر 7 وقول له ايكوال هتطلع ب 14 سنتيمتر. 14 سنتيمتر. كده جبت الراديوس الار ده جبته ب 14 سنتيمتر. هو طالب مني ايه بقى؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش هو طالب الفوليوم. طب ما هو الفوليوم ده مستر هو عباره عن الاريا بتاعت البيز تايمز الهايت، والهايت عندي هو دي سي. الهايت ب 16 مش الهايت ده هو ده الهايت. الهايت ده هيكون ايكوال الدي سي او الاي بي يعني 16 سنتيمتر. يبقى الفوليوم عباره عن البيز اريا تايمز الهايت. البيز اريا اللي هي باي ار باور 2. عشان كده انا كنت لازم اجيب الار تايمز الهايت اللي هو السي دي او الدي سي. يعني 22 اوفر 7 تايمز 14 باور 2 تايمز الدي سي ب 16. حضرتك كده هتقول لي بقى ادي الفراكشن 22 اوفر 7 تايمز 14 باور 2 تايمز 16 واقول له ايكوال تطلع 9856. 9856 سنتيمتر كيوب. طيب احنا كده خلصنا الرايت سلندر وهناخد دلوقتي الرايت بريزم. الرايت بريزم ممكن يكون تراينجولار بريزم يعني البيز بتاعتي تكون على هيئه تراينجل، وممكن يكون كوادريلاترال بريزم يعني ممكن يكون البيز بتاعتك هي سايد، هي حاجه بتتكون من فور سايد اي كوادريلاترال. وممكن يكون بنتاجول بريزم يعني برضو البيز ممكن تكون بتتكون من 5 سايد او هي بنتاجول. برضو القوانين هي نفس القوانين اللي فوق، هي محفوظه. الفوليوم هي ايكوال بيز اريا تايمز هايت. الفوليوم ايكوال البيز اريا تايمز هايت. اللاترال اريا هي البيز بريمتر كانت فوق السيركمفرنس. فوق عشان كان البيز عباره عن سيركل فكنت بقول السيركمفرنس تايمز الهايت، انما المره دي هي بيز بريمتر تايمز هايت. طب التوتال اريا هي اللاترال اريا بلس الدبل بتاع البيز اريا. برضو فوق انا كنت باخد اللاترال اريا وبعمل لها بلس 2 تايمز الاريا بتاعت البيز اللي كانت سيركل. المره دي الاريا بتاعت البيز ممكن تكون تراينجل وممكن تكون كوادريلاترال وممكن تكون بنتاجون حسب الشكل اللي مديهولي. يبقى الثلاث قوانين دول هم اساس الدرس. يحلوا اي 3 دايمنشنال شيب. اي شكل 3 دايمنشن كان سلندر او بريزم بيتحلوا بالثلاث قوانين دول. اهم حاجه ابقى فاهم البيز اريا في السلندر هي عباره عن سيركل وبالتالي يبقى الاريا بتاعت سيركل. البيز بريمتر في السلندر هو كانت سيركل وبالتالي يبقى سيركمفرنس بتاع السيركل. انما اللاترال اريا بلس الدبل بتاع البيز اريا هو ده في الحالتين البيز اريا بس اللي بتختلف. يبقى البيز اريا هي اهم حاجه تعرف البيز اريا بتاعتك الشكل بتاعها ايه. طيب بيقول لي بقى اول مساله بيقول لي فايند الفوليوم واللاترال اريا والتوتال اريا اوف ايتش اوف ذا فولوينج. ايوه ده بريزم. اه يا مستر ده كيوبويد. ما هو الكيوبويد بريزم مفيش اي مشكله. حضرتك هتحسب الفوليوم بالقانون اللي احنا عارفينه البيز اريا تايمز الهايت. الفوليوم ايكوال بيز اريا تايمز الهايت. الاريا بتاعت البيز عندك عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجل. طب البيز اريا يعني لينس تايمز ويتس. واحد هنا ب 6 سنتيمتر والتاني ده اللي جوه هيكون شبه اللي فوق ب 10 سنتيمتر يبقى 6 تايمز 10 اللي هو خلينا نكتب لكم لينس تايمز ويتس الاول. لينس تايمز ويتس تايمز الهايت موجود عندك اهو ب 5 سنتيمتر اللي هو اتش يعني 6 تايمز 10 تايمز 5 يطلع ب 300 واليونت بتاعتك سنتيمتر كيوب عشان ده فوليوم. كده انت جبت الفوليوم. اللاترال اريا مش قلنا اللاترال اريا هي البريمتر بتاع البيز. بيز بريمتر تايمز الهايت. طب البيز بريمتر يا مستر مش ده عباره عن ريكتانجل؟ البريمتر بتاعه هو 2 تايمز اللينس بلس الويتس. يعني هكتب هنا 2 تايمز لينس بلس ويتس تايمز الهايت اللي هو الاتش. يعني هقول له 2 تايمز اللينس بلس الويتس اللي هو 6 بلس 10 تايمز الهايت ب 5. 6 بلس 10 ب 16 تايمز 2 يعني 32. 32 تايمز 5
تعالى نحسبها مع بعض. 16 تايمز 2 تايمز 5 يطلع بكام؟ يطلع ب 160 سنتيمتر سكوير. ادي كده اللاترال اريا. طب التوتال اريا، مش احنا قلنا اللاترال اريا بلس دبل يعني 2 تايمز البيز اريا؟ اللاترال اريا ب 160 انا لسه حاسبها. 2 تايمز البيز اريا هي الاريا بتاعت الريكتانجل اللي هو 6 تايمز 10 لينس تايمز ويتس. يعني كده يا مستر تبقى 160 بلس 120 تطلع 280 سنتيمتر سكوير. كده حضرتك جبت الفوليوم، جبت اللاترال اريا، جبت السيرفيس اريا، التوتال سيرفيس اريا. تعال نشوف البريزم اللي وراه. هي نفس القوانين بتستخدمها على طول في اي مساله. البريزم اللي قدامك ده عباره عن بيز بتاعتك هي تراينجل، دي اهم حاجه تبدا بيها. طب البيز دي هل انت تعرف الاريا بتاعتها؟ ما انا عايز اجيب الفوليوم، عشان اجيب الفوليوم لازم اعرف الاريا بتاعت البيز بتاعت البريزم. وبالتالي حضرتك لو بصيت هتلاقيه رايت انجل، فانت تقدر تجيب البيز بتاعت الاريا بتاعت البيز عن طريق ايه؟ هاف تايمز بيز تايمز هايت. يبقى هتحسب الفوليوم تقول ان هو البيز اريا تايمز الهايت. البيز اريا هي عباره عن تراينجل، يبقى هاف تايمز بيز تايمز هايت، الهايت بتاع التراينجل تايمز الهايت بتاع البريزم كله. خلينا ما نكتبهاش كده، نعوض على طول بالقوانين عشان ما تتلخبطش. يبقى هاف تايمز البيز عندك ب 15 تايمز الهايت ب 20 تايمز الهايت بتاع البريزم بقى. الهايت بتاع البريزم اهو ب 35. كده حضرتك هتحسب ده كله يطلع الفوليوم اهو 20 تايمز 15 تايمز 35 divided by 2. كل ده divided by 2 equal كام؟ 5250. 5250 متر كيوب، كيوبيك متر عشان ده فوليوم. طب اللاترال اريا، مش القانون بتاعي بيقول لي ان اللاترال اريا عباره عن البريمتر اوف بيز او البيز بريمتر؟ خلينا نكتبها زي القانون، بيز بريمتر تايمز الهايت. البيز بريمتر يا مستر هو السم اوف اول سايد لينسز لان ده تراينجل. طيب انا اعرف ده ب 20 وده ب 15، فاضل اعرف ده. طب ما انا اجيبه ده من بايثاغورس. اجيبه ازاي من بايثاغورس؟ هقول سكوير روت كبير 20 باور 2 بلس 15 باور 2. يبقى هاخد ال 20 بلس ال 15 بلس سكوير روت ال 20 باور 2 بلس ال 15 باور 2. كل ده اعمل له تايمز للهايت اللي هو 35. حضرتك احسب كل ده على الاله الحاسبه في خطوه واحده. اكتب كده براكت كبير 20 بلس 15 بلس سكوير روت 20 باور 2 بلس 15 باور 2، واقفل البراكت واعمل تايمز 35. لا انا لسه ما قفلتش البراكت صح، انا لازم اطلع بره السكوير روت الاول. هطلع بره السكوير روت وبعد كده اقفل البراكت واعمل تايمز 35 واقول له ايكوال، طلع 2100. 2100 اليونت بتاعتك هي متر سكوير عشان ده اريا. طب التوتال اريا هي عباره عن اللاترال اريا بلس 2 تايمز البيز اريا. 2 تايمز البيز اريا. اللاترال اريا ب 2100 بلس 2 البيز اريا يا مستر، البيز اريا اللي هي هاف تايمز 15 تايمز 20. هاف تايمز 15 تايمز 20. احسبهم كده على الاله الحاسبه مره واحده. حضرتك اهو هتكتب هنا 2100 بلس 15 تايمز 20 لان ال 2 ضيعتها مع ال 2 انا. 15 تايمز 20 قول له ايكوال، طلع 2400. 2400 سنتيمتر سكوير. بريزم كمان مره، بس البريزم ده حضرتك لازم تركز معايا في المعلومه بتاعت الايسوسيلس تراينجل. حضرتك عشان تجيب الاريا بتاعت البيز، البيز اريا هنا هي التراينجل، ركز. البيز اريا هي التراينجل حتى لو كان هو رسمه بحيث تكون البيز بتاعته حاجه تانية مختلفه. انت تشتغل ان البيز اريا هي التراينجل، يبقى عندنا تو بيز اريا، واحده قدامه وواحده ورا. حضرتك دلوقتي عايز تجيب الاريا بتاعت التراينجل ده، مش الاريا بتاعت التراينجل هي بيز تايمز هايت تايمز هاف؟ طب البيز انت تعرفها ب 12، الهايت ده انا ما اعرفوش، لازم اجيب الهايت الاول. طب الهايت ده عشان نجيبه لازم نشتغل جوه الايسوسيلس تراينجل. مش الايسوسيلس تراينجل لما بيكون نازل من الفيرتكس انجل بربنديكولار على البيز بيعمل لها بايسكت، يعني دي هتبقى 6 فيت ودي كمان هتبقى 6 فيت. اهو دي 6 فيت ودي 6 فيت. كده يا مستر التراينجل ده انا اقدر استخدم بايثاغورس واجيب الهايت. طب اجيب الهايت ازاي؟ الهايت هيبقى ايكوال سكوير روت كبير 10 فيت باور 2 ده الهايبوتنس ماينس السايد اللي هو 6 فيت باور 2 هيطلع ايكوال 8 فيت. يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت الهايت ده. خلاص بقى هتقول ان الفوليوم ايكوال البيز اريا تايمز الهايت.
طب البيز اريا يا مستر هي تراينجل، البيز اريا بتاعتي هي هاف تايمز البيز ب 12 تايمز الهايت انا لسه جايبه ب 8 تايمز الهايت بتاع البريزم، لما توقف البريزم الهايت بتاعه هيبقى ب 8 فيت. يبقى كده حضرتك هتحسب كل ده على الاله الحاسبه، 8 تايمز 8 تايمز 12 كل ده ديفايدد باي 2 هيطلع 384 384 كيوبيك فيت. حضرتك كده حسبت الفوليوم. عايز اللاترال اريا، اتفقنا ان اللاترال اريا هي عباره عن البريمتر بتاع البيز ملتبلاي الهايت، بيز بريمتر تايمز الهايت. البيز بريمتر يا مستر هو ده ب 10 وده ب 10 وده ب 12، يبقى 10 بلس 10 بلس 12 كل ده ملتبلاي للهايت، الهايت ب 8. فحضرتك هتقول لي 10 بلس 10 يعني 20 بلس 12 يعني 32، يبقى 32 تايمز 8 تطلع بكام؟ 256 256 سكوير فيت. عايز التوتال اريا، هي عباره عن اللاترال اريا بلس 2 ملتبلاي البيز اريا. اللاترال اريا ب 256 بلس 2 تايمز البيز اريا انا لسه جايبها اهو، البيز اريا هي هاف تايمز 12 تايمز 8، يبقى هاف تايمز 12 تايمز 8. ال2 هتروح مع ال2 يبقى 256 بلس 12 تايمز 8، 256 بلس 12 تايمز 8 هتطلع 352 352 سكوير فيت. كده احنا جبنا كل الطلبات بتاعت المساله، جبت البيز اريا، جبت الفوليوم، وجبت اللاترال اريا، وجبت التوتال سيرفيس اريا.